بصراحة في بنت بالجامعة أصغر مني بسنتين، بحبها وبتحبني حلوة؟ كتير. ناوي تخطبها؟ لخلص امتحان والزواج مأجلينه لحتى أتوظف وأقدر أفتح بيت. بدك تستأجر بيت لحالك بعد ما تتوظف معه؟ يعني وشو بده يكفي راتبك؟ زواج وبيت ومسؤولية؟ أنا موعود بوظيفة راتبها كتير منيح، وهي كمان رح تتوظف، وهيك بنقدر نبني حياتنا شوي شوي. معقولة تحكي لي إلي قبل ما تقول لأبوك؟ ما حكيت لحدا بالدنيا غيرك. بتعرفي خالي، أنا كنت حس إنه أنتي من زمان بتكرهيني وما بتطيقيني، ومو من زمان كتير، بس من فترة قريبة صرت حس إنك بتحبيني أكثر من أولادك. ممكن أعرف شو سر هالتغير المفاجئ هذا؟ أنا كنت أقسى عليك ما؟ تقريبا. لا مو تقريبا، أنا كنت ظالمة. بجوز كان إلك أسبابك. هلأ ما كنت بعرف ليش ما بحبك أو ليش عم بظلمك، بس ليش انقلبت لقلبي بعرف. يا ريت أعرف أنا كمان. وإذا قلت لك بتصدقني؟ طبعا. شفت منام. منام؟ شفت منام وسامر فيه عم بيحكي. بتعرف شو قال لي؟ شو؟ قال لي ديري بالك على أخوي أشرف، وبعدين خرس. أنا هالمنام ما رح أنساه بحياتي. الزواج مسؤولية، مسؤولية كبيرة. بعرف انك رح تتزوج بعد ما تتوظف، وبعرف انه مرتك رح تتوظف كمان، وانه بحصة بتسند جرة، بس المعيشة غالية يا ابني، غالية كتير. ويلك اجرة البيت، ويلك فرش البيت، ويلك مصروفك ومصروف مرتك، هذا غير الاكل والشرب، غير مصروف الاولاد اذا اجوا على بكير ان شاء الله. بابا أنا هذا كله حاسب حسابه، وعارفان إنه بدنا نتعتر بأول زواجنا، وعارفان إنه بدي أتزوج بالدين، بس الخطوة الأولى كتير ضرورية بابا. الحياة صعبة وغالية إيه، بس إذا أنا ما تزوجت وغيري ما تزوج الحياة ما رح تمشي. أشرف، هلا أنت متأكد إنه هي نفسها خالتك اللي كانت تصبحك وتمسيك بهالبدن؟ هي ابن سامر هو السبب، طهر لها قلبها. سبحان الله، بس يا رب يا رب تضل هيك. هلا نحن شو بدنا فيها؟ بعد ما نتجوز رح نكون ببيتنا وهي ببيتها. قلي لشوف، امتى بدك تعرفني على خطيبتك؟ امتى ما بتريدي؟ رح تشوفها بكره بالجامعة؟ طبعا. طيب اتفق انت وياه وخذ موعد منا. ايه مو بأمرك. لو اسوي لك فنجان قهوة. لا انا كنت قايم مساوي فنجان نسكافيه، معلش خليك. رح اسوي لك احلى فنجان نسكافيه، خليك مرتاح. الله يخلي لنا اياك.